أهلا بكم أعزائي ومتابعي المشاهدين. عاجل أونصة الذهب ترتفع لمستوى قياسي وتسجل هذا الرقم. ارتفعت أسعار الذهب العالمي إلى مستويات قياسية جديدة اليوم الجمعة، وذلك بعد أن تسببت الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في زيادة المخاوف من تصاعد الحرب التجارية العالمية، ودفعت المستثمرين إلى البحث عن ملاذ آمن عن طريق الاستثمار في الذهب. وسجل سعر ونصة الذهب العالمي ارتفاع اليوم بنسبة 0.5% ليسجل أعلى مستوى تاريخي عند 3086 دولار الأونصة، وكان قد افتتح تداولات اليوم عند 3056 دولار الأونصة ليتداول حاليا عند مستوى 3072 دولار الأونصة وفق جولد بليون. وحقق الذهب مكاسب قوية خلال شهر مارس مستفيدا من تراجع شهية المخاطرة مع قلق الأسواق من رسوم ترامب الجمركية وخطر الركود الاقتصادي الأمريكي. وساهمت التوترات الجيوسياسية بين روسيا وأوكرانيا بالإضافة إلى انهيار وقف إطلاق النار بين الكيان الصهيوني وحماس في تعزيز الطلب على الملاذ الآمن. وتعتبر الرسوم الجمركية الأخيرة التي فرضها الرئيس الأمريكي ترامب على السيارات هي السبب الرئيسي وراء ارتفاع سعر الذهب خلال الجلستين الماضيتين، حيث صرح الرئيس الأمريكي بأن الرسوم الجمركية البالغة 25% ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من 2 إبريل، وأن المقرر أن يعلن ترامب عن رسوم جمركية متبادلة ضد عدد من الشركاء التجاريين الرئيسيين للولايات المتحدة في نفس التاريخ. ويشكل نطاق هذه الرسوم وتأثيرها المحتمل نقطة رئيسية من عدم اليقين في الأسواق. كما هدد ترامب بفرض رسوم جمركية على قطاعات مثل أشباه المواصلات والأدوية، بالإضافة إلى سلع يتم اختيارها. وتسببت سياسات الرئيس الأمريكي المتعلقة بالرسوم الجمركية غضب دول أخرى، حيث تستعد كندا والصين وأوروبا والمكسيك لاتخاذ إجراءات انتقامية، مما ينذر ببدء حرب تجارية عالمية. السياسة التجارية الأمريكية والسياسة المالية الأمريكية والأوضاع الجيوسياسية وتباطؤ النمو كلها عوامل تصب في صالح الذهب ليصبح المستوى 3100 دولار الأونصة، وهو الهدف القادم للذهب. ولم تتوصل الأسواق بعد إلى فهم طبيعة الردود الانتقامية التي قد تفرضها الدول الأخرى، وهو ما يدعم الذهب أيضا. وتنتظر الأسواق الآن بيانات مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الرئيسية لشهر فبراير، وهو المقياس المفضل للتضخم لدى الاحتياطي الفيدرالي، للحصول على مزيد من المؤشرات على الاقتصاد الأمريكي وأسعار الفائدة. والمتوقع أيضا أن يكون التضخم نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي قد ارتفع بشكل أكبر فوق الهدف السنوي البالغ 2% الذي حدده الاحتياطي الفيدرالي. ويقلل ثبات التضخم من زخم الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة، وهو ما أشار إليه البنك خلال اجتماع عقد في وقت سابق من هذا الشهر. كما أكد توم باركن رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند أن السياسة النقدية الحالية المقيدة بشكل معتدل للبنك الفيدرالي مناسبة، بالنظر إلى ارتفاع مستويات عدم اليقين والتغيرات السريعة في سياسات الحكومة الأمريكية. وارتفع سعر الذهب المحلي ليسجل أعلى مستوى تاريخي خلال جلسة اليوم، وذلك بدعم من ارتفاع أسعار الذهب العالمي، وذلك في ظل ثبات عوامل التسعير الأخرى واستمرار ارتفاع سعر الذهب العالمي وتسجيله مستويات قياسية. وافتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا تداولات اليوم عند مستوى سعر 4345 جنيه للجرام، ليتداول وقت كتابة التقرير عند نفس المستوى، وكان قد سجل أعلى مستوى تاريخي اليوم عند 4347 جنيه للجرام. بينما قد ارتفع سعر الذهب يوم الأمس بمقدار 35 جنيه ليغلق عند المستوى 4325 جنيه للجرام، بعد أن افتتح تداولات الأمس عند 4290 جنيه للجرام. والارتفاع الحالي في سعر الذهب المحلي يأتي بدعم من ارتفاع كبير في الذهب العالمي الذي سجل مستويات قياسية جديدة مع استمرار المخاوف وعدم اليقين في السوق العالمي. وفي الوقت نفسه نجد أن عوامل تسعير الذهب المحلي الأخرى مثل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه والعرض والطلب تجد استقرار بدون تغييرات كبيرة، الأمر الذي يجعل تركيز السعر منصب على حركة السعر العالمي للذهب. وسجل سعر الذهب العالمي مستوى تاريخي جديد خلال تداولات اليوم بدعم من استمرار المخاوف المتعلقة بالرسوم الجمركية الأمريكية التي فرضها الرئيس الأمريكي على السيارات، وتعهد العديد من الدول بالرد على هذه الإجراءات، مما زاد من الطلب على الذهب كملاذ آمن.
واستمر الذهب المحلي في الارتفاع وتسجيل مستويات تاريخية جديدة مع استمرار الدعم الذي يحصل عليه من ارتفاع سعر أونصة الذهب العالمي التي تسجل مستويات تاريخية حاليا، بينما يأتي هذا الارتفاع في الذهب المحلي بالرغم من ثبات عوامل التسعير الأخرى. وسجل سعر الذهب العالمي أعلى مستوى تاريخي اليوم عند 3086 دولار الأونصة بعد أن وجد السعر دعم من ارتفاع الزخم الصاعد من جديد، ليصبح مستهدف السعر الآن عند مستوى 3100 جنيه للجرام. وسجل سعر الذهب المحلي عيار 21 مستوى تاريخي جديد عند 4347 جنيه للجرام، وذلك بعد أن نجح في تثبيت أقدامه فوق المستوى 4300 جنيه للجرام، ليقترب السعر مستوى 4350 جنيه للجرام ويستهدف المستوى 4400 جنيه للجرام. من فضلك لا تنسى الاشتراك في القناة، تفعيل الجرس على وضع الكل، وعمل لايك ليصلك دائما وأبدا كل جديد من القناة. شكرا لكم.